اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا كلها. وحشتوني جدا 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 من الحلقة اللي فاتت. جاية لكم النهاردة وجايبة لكم حلقة قوية، لأننا هنشوف مع بعض الحلقة الأخيرة بقلم الكاتبة الرائعة والمبدعة دايما جودي عماد، اللي دايما قصصها بتعجبكم. أحداث حلقتنا النهاردة حلوة جدا فوق ما تتخيلوا، علشان كده كملوا معانا القصة للآخر وإن شاء الله مش هتندموا. ما تنسوش تكتبوا لنا آرائكم في التعليقات، وكمان تفعلوا جرس الإشعارات علشان توصلكم إشعارات بكل الحلقات الجديدة اللي بتنزل بشكل يومي على كل قنوات حكايات هايدي. وقبل ما نبدأ أتمنى منكم تدعوا لوالدتي بالرحمة وبالمغفرة، وإن يجعل مأواها الجنة إن شاء الله. يلا بينا نبدأ. وقفنا في الحلقة اللي فاتت لما فارس كتب كتابه على نغم اللي كانت مجبرة إن تواجه المصير الملعون بسبب غلطة أمها، هي اللي هتدفع تمنها. طلب عادل من جهاد ضرتها إنها تاخد نغم على شقتها فوق وهتقعد معاها في نفس الشقة. طلعت نغم مع جهاد وبناتها الاتنين كانوا وياها. نغم كانت بتترعش من الخوف بسبب نظراتهم هما التلاتة ليها. بصت جهاد لبنتها شجن وقالت لها: الأوضة جاهزة يا بنتي يا شجن؟ زي ما طلبت مني يا ماما. أسبى الأوضة في الشقة كلها اللي كان فيها كل الكراكيب القديمة جهزت لأسبى العروسة في الدنيا. نغم كانت واقفة وخايفة منهم هما التلاتة، كانت مرعوبة. وفي الوقت ده زقتها فرح بنت فارس التانية وقالت لها بسخرية: ادخلي برجليك اليمين يا عروسة، ادخلي يا مرات أبويا. نغم كانت هتقع من قوة الزقة، لكنها مسكت نفسها ودخلت الأوضة. دخلوا التلاتة وراها وقربت منها جهاد، شدتها من شعرها وقالت لها بغل: بقى حتة عيلة زيك تاخد مني جوزي وتحاول تغويه؟ هقول ايه بقى؟ ما انت تربية أصالة اللي اتمسكت في شقة من اياهم. اكيد انت هتبقى زي امك بالظبط، نفس التربية ونفس السلوك. انا ما عملتش حاجة، انا ما كنتش عايزة اتجوزه، هما اللي اجبروني على الجوازة دي. انا اساسا بكرهه وما كنتش عايزة اقعد في البيت ده ثانية واحدة. معلش يا اختي، امال لو ما كنتش شايفاكي بعينيا وانت في المطبخ وياه، وحياة امك اللي متلقاها في السجن دي لربيكي. وريني بقى هيبص في خلقتك ازاي. تعالي يا بنات ساعدوني، خلينا نشلفط وشها الحلو ده. بناتها كانوا مستنين منها اشارة، ومرة واحدة هجموا على نغم المسكينة. بدأوا يمدوا ايديهم عليها ويقطعوا الفستان اللي كانت على لابساه. في الوقت ده اتفتح الباب ووقف فارس وهو مصدوم من المنظر اللي كان شايفه قدامه. نغم اللي شعرها كان متقطع وهدومها كمان كانت متبهدلة. فارس دخل: يا نهار ابوكم مش فايت؟ ايه يا جهاد انتوا وبناتك عملتوا ايه في العروسة؟ الله يخرب بيوتكم، ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ ايه يا فارس ملك يا اخويا، خايف عليها ولا ايه؟ البت الخاطية دي لازم تتعاقب، اصلها اتطولت على اسيادها، لازم نكسلها عزة نفسها كده من اول يوم، وإلا بقى هتطلع من تحت طعنة. ولا انت بقى مش عاجبك تربيتي؟ بصت نغم لجوزها باستنجاد، على الرغم من هي عارفة ان فارس هيبقى جلدها مش حميها، لكنها كانت بتتمنى من جواها ان يحميها منهم. لكن فارس صدمها: كفيت ووفيت يا جهاد، انتوا والبنات. يلا يا ام البنات، خدي بناتك وروح على اوضتكم، اصل النهارده ليلة دخلتي ومش عاوز اي ازعاج. بصت جهاد بغيظ على جوزها ورجعت بصت لنغم وعينيها كلها توعت وقالت ببرود على عكس النار اللي كانت جواها: خد راحتك، محدش مننا هيقرب منك ولا من الخاطية دي. خرجت جهاد من الأوضة وراها بناتها اللي كانوا غيرانين من جمال نغم. قرب فارس من نغم ومسكها من دراعها: تعالي يا نغم، عايزك في كلمتين علشان نبدأ ليلتنا على نور. هزت راسها بخوف وبصلها بغضب، شاور لها تقرب منه. قامت وقربت وكانت هتقعد جنبه، لكن فارس مسكها من دراعها وأجبرها تقعد على الأرض تحت رجليه. مكانك هنا تحت رجلي، اوعى عقلك الصغير يصورلك ان ممكن تتساوي بينا هنا. انت بعيد قوي عننا، انت في البيت ده هتبقى خدامة لبناتي والمراتي، وبالليل خدامة ليا. اسمعيني كويس، خروج من البيت مش عايز ومش هيحصل، فاهمة ولا لأ؟ لو ما سمعتيش كلامي العقاب هيبقى عسير قوي. نغم هزت راسها بهستيريا:
مسكها من ايديها وقربها منه. انتفضت بفزع. لا، انا مش عايزاك تقرب مني، ابعد عني ارجوك. مش بمزاجك يا حلوة، هنا مزاجي انا بس اللي يشتغل. هتعملي اللي انا عايزاه وانتي ساكتة. وهجم عليها بقوة. حاولت ان تدافع عن نفسها لكن كان اقوى منها. تاني يوم الصبح كانت الساعة 12. كانت نغم نايمة بعمق شديد. اتفتح الباب عليها بقوة ودخلت جهاد ضرتها وبصت لها بغل شديد. قربت منها وهزتها بعنف ومسكتها من شعرها وهي بتقول لها: قومي قومي يا اختي، هو انت لسه نايمة؟ قومي، قامت قيامتك، الساعة دلوقتي 12، هتتخمدي اكتر من كده فين؟ اتفزعت نغم وقامت وقعدت على السرير وهي بصتلها بتعب. حاضر، بس بالراحة شوية عليا، انا مش قادرة اقوم، جسمي كله وجعني. قومي يا اختي بلا دلع ماسخ، هو انت مش اول واحدة تتجوز يا حبيبتي؟ قومي كده علشان البيت عاوز يتمسح والمطبخ متكركب، بقاله 3 أيام ما اتعملش في حاجة. هزت راسها بخوف وقامت من مكانها وصرخت من الألم اللي حست بيه. أول ما رجلها لمست الأرض كانت هتقع بس اتمسكت. بصت لها جهاد وقالت لها بسخرية: اسم الله عليك يا غندورة، قومي يا حبيبتي. أما في سجن النساء كانت قاعدة أصالة على سريرها. عينيها كانت على بقية الستات اللي كانوا معاها، في منهم المظلوم وفي منهم الظالم والجاني. شافت ست في أوائل الأربعينيات كانت قاعدة على سريرها، كان باين عليها إن هي من عالم تاني. في الوقت ده قربت منها أصالة وقالت لها: ممكن أقعد معاكي لو مش هيضايقك؟ بصت لها الست باستغراب وهي مش عارفة أصالة عايزة منها إيه. أول مرة حد يطلب منها إن يقعد معاها بعد ما توصى عليها من جهات عليا إن مفيش حد يضايقها ويقرب منها. حست أصالة باستغرابها: أنا مش عارفة أنت مستغرباني ليه، أنا لقيتك مختلفة عن اللي هنا وباين عليك إن أنت طيبة ومش زيهم، علشان كده طلبت إن أنا أقعد معاكي. طبعا كل الستات اللي في السجن كانوا لابسين عبايات بيضة وطرح بيضة. بسمة بصت لها: اتفضلي اقعدي. قعدت أصالة معاها على سريرها وقالت لها بعد ما مدت إيديها: أنا اسمي أصالة، وإنتي؟ أنا بسمة دويدار، معرفش إذا كنت سمعت عني قبل كده ولا لأ. للأسف ما سمعتش، بس شكلك علوي قوي. أصلا أنا عايشة في حارة وآخر التلفزيون، وبصراحة الناس المشهورين اللي زيك دول ما ببقاش أعرفهم قوي. أنا يا ست سيدة أعمال، عندي مجموعة فنادق، أنا اللي ورثاها عن جوزي وبديرها. وإيه اللي يخلي سيدة أعمال زيك تبقى موجودة هنا في السجن؟ جوزي يا ستي كان عاقم ومش بيخلف، قبل ما يموت كتب لي كل حاجة بيع وشراء. أخو جوزي بقى كان عاوز ياخد منه نص الأملاك، لما أنا رفضت وضربته بالفاظة على دماغه اتطول بقى عليا وراح عمل لي محضر. ده غير بقى إنه زور حاجات كتيرة تخلينا اتحبس هنا. كان هدفه إنه ياخد كل أملاكي، بس أنا بقى قدرت في آخر لحظة أكتب كل حاجة لمديرة أعمالي، كتبت لها كل حاجة بيع وشراء. يا لهوي، معقولة تثق فيها للدرجة دي؟ افرض ضحكت عليكي وأخدت منك كل حاجة، ده انت بتقولي كتبت لها كل حاجة. ما تقلقيش، أصلها بنت أختي وملهاش في شغل الإدارة قوي، هي وافقت علشاني، هي أساسا كانت رافضة. كلها بقى شهرين وأخرج من هنا وارجع لحياتي وادير الفنادق بتاعتي. إن شاء الله على خير تخرجي بالسلامة يا ست بسمة. وانت يا أصالة إيه اللي جابك هنا؟ باين عليكي جدعة، أنا مستغربة أوي وجودك هنا في السجن. الدنيا والنصيب يا هانم. يعني إيه مش فاهمة؟ يعني إيه الدنيا والنصيب اللي جابوك هنا؟ أنا أحكي لك حكايتي، بس بالله عليكي بعد ما أحكيها لك اوعي بعد كده يعني تستقل مني أو تحتقريني، أصل أنا عملت حاجة وحشة أوي. وبدأت أصالة تحكي لها عن كل حاجة حصلت واللي وصلها للسجن. بعد ما خلصت بسمة بصت لها باستغراب: انت غلطت غلطة كبيرة أوي يا أصالة، واللي هيدفع تمن غلطتك بنتك لأنها شابة، وانت سبتها دلوقتي في ايد أهل جوزك، واللي فهمته منك ان دولت ناس ما بيرحموش. عارفة أنا ما كانش في ايدي حاجة، كل الطرق اتقفلت في وشي، ما كانش قدامي حل غير ان اعمل كده. جربت كل طرق الحلال وان اكسب قرش بالحلال، لكن للأسف الدنيا كانت مقفلة معايا قوي. أنا بدعي البنت طول الوقت إن ربنا يتولاها برحمته، أنا بنت ملهاش أي ذنب. أما في بيت فارس
كانت واقفة نغم في المطبخ وبتغسل الأطباق وبتعمل لهم الأكل بعد ما خلصت تنظيف البيت كله، سواء في الدور الأول أو في التاني. دخلت عليها جهاد: خلصت الأكل والمواعين ولا لسه؟ أهو خلصت أهو، فاضل حاجات بسيطة وخلص. طب شهيلي شوية، عايزين نجيب حبة حاجات من السوق وانت اللي هتنزلي. بس أنا مش هعرف غير لما يبقى موجود، وبعدين هو قال لي مش هخرج من البيت غير لما يبقى عارف ويسمح لي بده. نعم يا اختي، يعني ايه مش هتنزلي الا لما فارس يبقى موجود؟ قسما برب ما حد هينزل السوق غيرك، وابقى وريني يا اختي هتقولي لا ازاي. لا مش هنزل، انا مش عايزه اتضرب منه تاني، انا جسمي بيوجعني من كتر علامات الضرب. مسكتها جهاد من شعرها: اسمعيني كويس يا بنت انتي، انا ست البيت ده، مفيش حد يتجرأ يكسر لي كلمه. يلا خلصي علشان تغوري من هنا، واللي مربيلك الرعب ده لما يجي ابقوا قوليله اين انا اللي قلتلك تنزلي. هزت نغم راسها بخوف ورجعت تكمل اللي كانت بتعمله. ولما خلصت نزلت السوق بسرعة عشان تشتري الحاجات اللي محتاجينها في البيت. في السوق وقفت قدام صيدلية، كانت في حيرة وخوف من أمرها. كانت بين نارين، نار فارس وجحيمه اللي كانت عايشة فيهم، ونار أمومتها اللي كانت بتحلم بيها من وهي طفلة صغيرة لما كانت بتلعب بعرايسها وتحضنهم، وكان نفسها يبقى عندها بنت لأن طول عمرها محرومة إن يبقى عندها اخوات. أنا هتنازل إن أكون أم زي ما كنت بحلم طول عمري، لكن أنا مش عايزة أعيش في الجحيم ده طول عمري وأخلف منك كمان يا فارس. أنا بكرهك، أنا مش عارفة أنا هكمل معاك إزاي. دخلت الصيدلية ووقفت قدام الدكتورة، كانت متوترة وبتفرك في إيديها: لو سمحت يا دكتورة، أنا متجوزة بقالي يومين، كنت عايزة وسيلة تبقى كويسة تمنع الحمل. بسبب توتر نغم وبسبب شكلها الغريب الدكتورة بصت لها بشك: هو أنت فعلا متجوزة؟ قطعتها نغم بسرعة: والله العظيم متجوزة، بس أنا متجوزة جوازة يعني مش ولا بد، وفي سن صغير زي ما أنت شايفة، وظروف جوازي غريبة، علشان كده أنا عايزة أخد وسيلة، مش عايزة أخلف منه. أنا أصلا مش عارفة إذا كنت هكمل في الجوازة دي ولا لأ. طيب تمام، أنا فهمت قصدك. وبعد دقيقتين رجعت الدكتورة ومعاها شريط برشام: اتفضلي تاخدي من ده كل يوم، اوعي توقفيه وما تنسوهوش أبدا. حاضر. وفتحت محفظتها الصغيرة اللي كانت مخبية فيها فلوس فضة كانت بتحوشها من مصروفها، واديتهم للدكتورة. وبعد شوية وصلت على البيت وخبته كويس في هدومها في الدولاب. أما فارس كان قاعد مع والده وكان واصل لأقصى درجات غضبه بسبب خروج نغم من وراه. بصيت له جهاد: وحياة بناتي يا فارس قعدت أقول لها بلاش تخرجي يا بنت، انت لسه عروسة، وفارس منبه على عدم خروجك، سيبينا ننزل السوق اشتري الطلبات. لكن رفضت وقالت لي ان هنزل غصب عنك وعن اي حد، ويبقى يوريني سي فارس بتاعكم ده هيعمل لي ايه. ماشي، تيجي هي بس وهتشوف فارس هيعمل فيها ايه. طبعا الكلام ده كان في شقة والد فارس تحت. في الوقت ده سمعوا صوت خبط على الباب. فتحت شجن بنت فارس الباب ولقت نغم قدامها. ابتسمت بشماتة وقالت لها: أخيرا شرفت يا مرات أبويا، ادخلي ادخلي، جيت القضاك يا حلوة. نغم ما كانتش فاهمة، لكنها حست إن اللي جاي مش هيبقى لصالحها أبدا. أول ما دخلت من باب الشقة فارس هجم عليها، مد إيده عليها بكل غل وحقد، وكان بيقول لها: بقى أنت يا بنت الخاطية اللي أمك نزلت راسنا في الأرض تخرجي من ورايا وتكسري كلمتي؟ أنا بقى هكسر لك رجليكي دي اللي خرجت من البيت من ورايا. نغم كانت بتهز راسها بخوف، كانت بتعيط وبتترعش وبتبص لهم باستنجاد، لكن كلهم كانوا واقفين بيتفرجوا من غير أي رحمة. كلهم كانوا فرحانين فيها كأن قلوبهم اتشالت منها الرحمة. اتكلمت نغم بصعوبة: أنا ما عملتش حاجة، ما كنتش عايزة أنزل ولا أروح أي مكان، بس هي اللي قالت لي انزلي، وكانت بتضربني لما رفضت، وقالت إنها هتقولك إن هي اللي خلتني أنزل. عينهم كلهم راحت ناحية جهاد اللي قامت وقفت من مكانها وقربت منها وبصت لفارس: ما حصلش يا فارس، اوعى تكدبني وتصدق البت دي، أنا أصلا ماليش كلام وياها، وبعدين إزاي أخليها تنزل واكسر كلمتك؟ ده حتى ما ينفعش،
أنا عمري قبل كده كسرت لك كلمة؟ البت دي كدابة وبتعمل كده علشان تخلع من عقابك. بص فارس لنغم: عمرك ما هتفلتي من تحت ايدي، حياتك كلها بقت تحت رهن إشارتي. أنا بس اللي ليا الحق في حياتك هنا، مهما تحاولي تخرجي عن طوعي مش هتعرفي أبدا يا نغم. وعدت الأيام على نغم اللي كانت عايشة معاهم على إنها خدامة، كانت دايما تنظف البيت وتعمل لهم الأكل من غير حتى ما فارس كان يقول لها كلمة حلوة. كل اللي كانوا بيعملوا بسبب كلامهم إن كان يمد إيده عليها وهم دايما يتبلوا عليها بالكلام. كانت بتاخد الحبوب من وراهم، كانت مخبيها في أوضتها وسط الرف اللي فيه اللحاف والبطاطين علشان محدش يشوف وراها أو يدور. وفي يوم كانت واقفة بتاخد الحبوب، شافتها فرح اللي جريت على أمها: ماما الحق يا ماما، أنا شفت البت اللي اسمها نغم كانت واقفة قدام الدولاب في أوضتها، شفت الضرفة اللي فيها اللحاف والبطاطين، طلعت شريط برشام وأخدت منه، مش عارفة الشريط ده بتاع إيه. أنت متأكدة يا بنت يا فرح ولا بتتبلى عليها وبتقولي كلام وخلاص؟ لا يا ماما متأكدة، أنا شفتها قبل كده بس ما كنتش متأكدة قوي، دلوقتي شفتها وهي في إيديها كوباية المية وأخدت البرشامة. لو أنت مش مصدقاني طب عليها بنفسك في أوضتها وأنت هتعرف إن كلامي كله صح. جهاد هزت راسها وقامت وخرجت من أوضتها وراحت على أوضة نغم اللي خلاص كانت هتنام، لكن الباب اتفتح ودخلت جهاد وقالت لها: قومي يا أختي، أنت هتنامي ولا إيه؟ في دورة غسيل عايزاكي تعملها على الغسالة العادية وبعد كده تنشري الهدوم، أصل الهدوم كلها مش نظيفة وإحنا دلوقتي في فصل الشتاء وبنغير كتير، بس دلوقتي الساعة داخلة على 10 وأنا تعبانة وبشتغل من صباحية ربنا، سيبيني أنام وبكرة في الدفا أغسله. نامت عليك حيطة يا بعيدة. يا بيت، شوف أنا بقولك إيه وأنت بتقولي إيه، تعرفي لو ما عملتيش اللي طلبته منك هجيب الخرطوم دلوقتي وانزل عليكي. قامت نغم من مكانها بخوف وخرجت من الأوضة ودخلت الحمام علشان تغسل لهم الهدوم. جات فتحت الدولاب وقعت كل اللي فيه على الأرض. لما لقت شريط البرشام ابتسمت بشر: يا حلاوة، اللي كنت بدور عليه لقيته، وانا اللي كنت عايزة الاقي حجة علشان فارس يربيكي اهي جت لغاية عندي اهي. استعنا على الشقة بالله، ده انت ليلتك مش معدية الليلة دي. ورجعت البرشام مكانه كل حاجة مرة تانية، وبعد كده خرجت وقعدت قدام التلفزيون في الصالة وهي مبتسمة بشر ومستنية فارس جوزها يرجع من بره. وبعد 2.5 ساعة نغم خلصت الغسيل ودخلت تنام، وجهاد لسه قاعد زي ما هي مستنية جوزها. وأخيرا جوزها رجع. أول ما فتح الباب قامت جهاد وراحت ناحيته: أخيرا شرفت يا فارس، تعالى ورايا على أوضتي، عايزاك في موضوع مهم قوي. عارف يا جهاد، عارف إن الليلة تبقى ليلتك. لا يا أخويا، يا ريت خيالك ما يروحش لبعيد، مش أنا اللي استنى راجل عيلة زي دي تشاركني فيه. انت عارف ان انا بعيدة عنك من يوم ما اتجوزتها عليا، بعاملك كأنك مش جوزي، فما تخليش عقلك دلوقتي يصورلك ان انا عايزاك ولا حاجة. لا يا حبيبي، انا عايزاك في موضوع تاني خالص غير اللي في دماغك. امال عايزاني ليه دلوقتي؟ وبعدين انا راجع من بره تعبان وعايزة انام. ما تستعجلش او كده، هتعرف كل حاجة، خلينا نتكلم في اوضتي علشان الصوت. وسابته ودخلت اوضتها ودخل وراها وقعد على السرير. كنت عايزة تتكلمي في ايه؟ ويا ريت بسرعة علشان انا راجع من الشغل وعايزة انام. الخاطية، بنت الخاطية اللي شبه امها، من ايماك على ودانك وبتاخد حبوب منع الحمل. انتفض من مكانه وقام وقف ومسكها من ايديها وهزها بعنف. انت بتقولي ايه؟ انت واعية للكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت مجنونة وبتتبلى عليها. ايوه طبعا، هتجيبه منين اصلا وهي مش بتخرج؟ واعية يا اخويا، وتقدر تسأل بنتك فرح، هي اللي شافتها وجت قالت لي. انا في الاول ما كنتش مصدقة، لما فتشت الدولاب لقيته وسط البطاطين. بس السؤال بقى يا فارس، مين اللي جابهولها وبتاخده ليه؟ معقولة البت دي تبقى على علاقة بحد تاني ويبقى من سنها؟ ايوه، ما هي كانت في المدرسة، يبقى اكيد مش عايزة تخلف منك وعايزة تهرب مع عشيقها. ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ هي اي حكاية هتألفيها؟ تعالوا جثتها لو حصل كده، اوعى كده من وشي. وزقها بغضب وخرج من الأوضة
وبعد ثواني كان في أوضة نغم اللي كانت نايمة. فتح الدولاب وقلبه كله وطلع البرشام، وقرب من نغم اللي كانت نايمة ومش حاسة بأي حاجة. شدها من شعرها، فتحت عيونها بصدمة، خفت لما شافته. أول ما شافته حست بالرعب. في إيه؟ أنا ما عملتش حاجة، بتشدني من شعري ليه؟ مد إيده عليها وهو بيقول لها: وكمان بتسألي؟ بقى أنت يا بنت أصالة تعملي في أنا كده؟ انطقي يا بنت وقولي، جبت البرشام ده منين؟ أنا ما أعرفش أي حاجة. برشام إيه؟ اوعى كده سيبني. جبتيه منين يا بنت؟ انطقي وإلا مش هتخرجي من هنا. جبتيه منين وانت ما بتخرجيش؟ عشقك اللي جابهولك؟ مش عايزة تخلفي مني ليه؟ هو انت أصلا تطولي؟ مش كفاية ان انا لميتك من الشارع وسترت عليكي بعد الفضيحة بتاعت امك اللي خلت راسنا كلنا في الطين وسيرتنا بقت على كل لسان بسببها؟ مش عايزة طول وما كنتش عايزة اتجوزك. انا كان عندي اموت اهون من ان انا اتجوز او اخلف من واحد زيك. انت واحد ظالم، ابعد عني. ده بعدك ان ابعد عنك. من الليلة دي بقى هتبقى حامل، ورينا هتمنعني ازاي. وبعد شهر ونص في سجن النساء كانت واقفة بسمة دويدار مع أصالة وبتودعها، لأن كلها دقايق وتخرج من السجن وترجع لحياتها مرة تانية. نزلت دموع أصالة وهي بتقول لها: على قد ما أنا فرحانة إن أنت هتخرجي من المكان ده، على قد ما أنا زعلانة لأنك هتقطعي بيا. أنا هبقى واحدة هنا وملياش حد. ما تزعليش يا أصالة، هانت، فاضلك كام شهر وتخرجي انت كمان. ما تقلقيش، أنا بيتي هيبقى مفتوح لك أول ما تخرجي، وهجيلك زيارات كمان. هجيلك على طول واسأل عليكي. بجد؟ يعني انت مش هتنسيني وهتيجي تزوريني؟ طبعا يا أصالة، هجيلك على طول وهقف جنبك. خرجت بسمة ورقة من جيب عبايتها وحطيتها في ايد أصالة وهي بتقول لها: خد الورقة دي، فيها العنوان بتاعي. لو بنتك جاتلك تديها الورقة وتخليها تهرب من وسط الناس اللي هي عايشة معاهم. خليها تيجي عندي. صدقيني بنتك لما تبقى معايا هتبقى في ايد أمينة لغاية ما انت ما تخرجي من هنا بالسلامة. وهي فين بنتي بس؟ يا عالم عملوا فيها ايه؟ البنت بقالها شهور معرفش عنها اي حاجة، ولا اعرف هي ايه اللي حصل لها من بعد ما جيت هنا. بس انا بقى قلبي بيقولي ان بنتك هتجيلك في اقرب وقت. بس تخلي الورقة دي معاكي، لازم تديها العنوان وتأكدي عليها ان في اقرب فرصة تهرب منهم وتجيلي. زي ما قلتلك، بنتك تجيلي وانا هقف جنبها. انا عندي محامين كتير قوي، لو عايزة تخلص منهم هخليها تخلص. ربنا يخليكي ليا يا ست نسمة، انا مش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه. ما تقوليش كده، ربنا يعلم مكانتك في قلبي بقت عاملة ازاي. اشوف وشك على خير يا أصالة. اما في بيت عادل كانت واقفة نغم في البلكونة وبتنشر الغسيل، ومرة واحدة حست بدوخة. قبل ما تمسك اي حاجة وقعت على الارض واغمى عليها. بعد نص ساعة كانت معدية نادية مرات عمها من قدام البلكونة. لما شافتها واقعة على الارض دخلت لها وقفت قدامها، بدأت تهز فيها برجلها وبجسمها كله. انت يا زفت يا اللي اسمك نغم، قوم يا بت، قوم يا بت، انت هتتصلبطي علينا. حاولت كتير معاها لكن نغم كانت في دنيا تانية. نادت على جهاد وفارس وعادل اللي كلهم جم بسرعة. جري فارس على مراته، وأول ما شافها وقع على الأرض شالها على ايديه وهو بيقول لوالدته: مالها ياما؟ انت عملت لها ايه بالظبط؟ وانا هعمل لها ايه بس يا ابني؟ والله يا فارس يا ابني انا كنت معدية من هنا لقيتها واقعة. انا يا اخويا لقيتها واقعة كده وما جيتش جنبها. دخل بها فارس على أقرب أوضة وبدأ يحاول يفوقها لكن ما كانتش بتفوق. بص لوالده عادل: هو بعدين يابا هنعمل ايه؟ البنت مش عايزة تفوق. اطلب لها دكتور يا ابني، خليه يجي بسرعة يشوف فيها ايه، احسن تكون ماتت وتودينا في 60 داهية. وفعلا فارس طلب الدكتور لنغم اللي جه على طول، وبعد ما كشف عليها ببص لفارس: مبروك، المدام حامل في 2.5 شهر. ايه؟ انت بتقول ايه يا دكتور؟ معقولة؟ مش معقولة ليه؟ هي كلها 2 أسبوع وهتدخل في الشهر الثالث. انت اول مرة تعرف ان هي حامل؟ باين عليك كده الصدمة. ايوه فعلا يا دكتور، بس ازاي محدش مننا حس بيها ولا عرف بموضوع الحمل ده؟ كل واحدة حملها بيختلف عن التاني، علشان كده ممكن ما تكونش عندها علم بالحمل
وده الطبيعي لأن ده الحمل الأول ليها. ألف مبروك، يا ريت تهتموا بصحتها شوية وتتغذى لأن جسمها ضعيف. عن إذنكم. طيب يا دكتور، هي هتفوق إمتى؟ كلها دقايق وتفوق. يا ريت تتابعوا مع دكتورة نسا وتوليد علشان تعرفوا صحة البيبي أول بأول، وكمان الأم تاخد الفيتامين والحاجات اللي هتحتاجها. خرج الدكتور وكلهم كانوا مصدومين، لكن فارس بقى الابتسامة كانت مرسومة على وشه. كان فرحان قوي كأنه أول مرة في حياته يخلف. كان نفسه قوي إن تجيب ولد. خرجوا كلهم من الأوضة إلا فارس اللي فضل قاعد جنبها لغاية ما فاقت. اتعدلت بخضة أول ما شافته وقالت له بخوف: أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا كنت في البلكونة، أنا إزاي جيت هنا؟ اوعى تقرب مني وتضربني. اقعدي خليكي زي ما انتي، ما تقوميش من على السرير. الأمة دي غلط عليكي، لما تيجي تقومي بالراحة. اتصدمت من تغييره المفاجئ. اتكلم فارس بشماتة: مبروك، طلعت حامل في ابني. كنت بتاخدي حبوب منع الحمل علشان ما تخلفيش مني؟ شوفي بقى حكمة ربنا، دي انت حملت على الحبوب. ده انت خلاص قربت تدخلي على الشهر الثالث. اسمعيني كويس قوي، مش عايزك تعملي اي حركة تبقى جديدة على الولد. انا مستني الواد ده بفارغ الصبر. اخيرا هتخلفي لي الواد، بس انا مش عايزاه. الطفل ده لازم ينزل. انا مش هينفع اظلمه لان انا كمان مظلومة وياك. ما ينفعش يعيش في البيئة اللي انا عايشة فيها دي. طب فكري بس تعمليها وساعتها هخلص عليكي. وريني بقى هتعمليها ازاي. وبعد اسبوع في سجن النسا في المكان المخصص للزيارات، كانت نغم في حضن أصالة وهي بتعيط وبتبكي من جواها بحرقة. كانت بتبكي على حياتها اللي اتدمرت بسبب غلطة أمها اللي عملتها في لحظة شيطان. طبطبت أصالة على بنتها: حقك عليا يا ضنايا، أنا السبب في كل اللي بيحصلك، بس خلاص كل حاجة هتتصلح، وانت لازم تبعدي عن الناس دول، تبعدي عن عمك وابنه. ازاي بس يا ماما؟ أنا لو حتى فكرت أهرب مش هلاقي مكان أروح فيه. أنا معمول عليا حصار، ده غير بقى إن أنا كمان حامل. خدي الورقة دي، فيها عنوان واحدة صاحبتي اسمها بسمة دويدار، ست غنية قوي وعندها سلطة ومال. هنا كمان رقم تليفونها، تتواصل معاها. تهربي من عمك وابن عمك وتروحي لها يا نغم. هي عارفة إن انت هتروحي لها، هتساعدك لغاية ما أخرج من هنا. انت ازاي واثقة فيها أول الدرجات دي؟ مش يمكن تسلمني ليهم؟ يا بنت أنا واثقة فيها، دي ست كويسة قوي، وهي اللي طلبت ان انت تروحي لها. اتواصل معاها بس، وفي اقرب وقت ارجوكي ظبطوا انتوا الاتنين مع بعض وتشوفوا هتعملي ايه. وفعلا نغم اتواصلت مع بسمة عن طريق التليفون، وبسمة شرحت لها الخطة اللي هتهرب بيها، لكنها كانت بس مستنية الوقت المناسب علشان تسيب بيت فارس. كانت نغم في يوم بتغسل السجاد وكانت تعبانة قوي، وشالت سجادة كبيرة وتقيلة ونقلتها من مكان للتاني. حست بتقلصات في بطنها وظهرها، ومرة واحدة لقت فيه نزيف نازل. شافتها جهاد ضرتها وجريت عليها. أول ما شافت منظرها قالت لها: الله يخرب بيتك، عملت إيه يا بنت يا متخلفة؟ سقطت نفسك؟ الحقيني يما، الحقيني. جت نادية حماتها وساعداهم هما الاتنين وطلب الدكتور، وكانت فعلا نغم سقطت. أول ما عرفت بالخبر اللي المفروض كان يزعلها، فرحت نغم قوي إن هي مش هتخلف من فارس علشان ما تجيبش ولد يعيش مظلوم زيها. في الوقت ده بصت جهاد لنادية وقالت لها: هنقول لفارس ازاي الخبر ده فارس لو عرف هيسيب كل الشغل اللي سافر علشانه وهيرجع وهو وعمي، والدنيا هتتقلب هنا. هنعمل ايه بس يا مرات عمي دلوقتي؟ اصبري بس يا بت، هما هيرجعوا على اخر الاسبوع، مش هنكلمهم ولا نقول لهم حاجة دلوقتي. لكن البت الزفتة دي تحبسيها في اوضتها، وانت تقعدي معانا هنا انت وبناتك. سيبها بقى فوق لغاية ما فارس يرجع ويتصرف معاها، ملناش دعوة يا اختي. طيب انا خايفة اقول يخلص عليها ويودي نفسه في داهية. تستاهل، وهي في واحدة مؤدبة تعمل في نفسها كده؟ اللي زيها يا امها يستاهلوا الشنق في ميدان عام. انا اصلا ما كنتش موافقة ان ابني يتجوز البيت دي ولا تدخل بيتنا. الله يسامحه بقى عمك عادل. وفعلا طلعتها جهاد لأوضتها اللي فوق وحبستها، وما قفلتش عليها الباب كويس لأنها قفلت باب الشقة بالمفتاح. وفي يوم
بعد الفجرية انتهزت نغم الفرصة وخرجت المفتاح اللي كانت مطلعة عليه، فتحت الباب ونزلت من على السلم وهي بتتسحب لغاية ما خرجت من باب البيت. فضلت تجري في الشارع لغاية ما ركبت المواصلات اللي وصلتها البيت بسمة دويدار في شقة فخمة جدا في كومباوند راقي. صحيت بسمة من نومها مفزوعة بعد ما سمعت خبط كتير على الباب، وسمعت كمان رنات جرس كتيرة. فتحت الباب واتصدمت من شكل نغم اللي كانت متدمرة، ملامحها كانت كلها كدمات. اتكلمت وقالت لها: ازاي جالهم قلب يعملوا فيكي كده؟ ادخلي يا نغم يا حبيبتي، ادخلي، انا بقى هدفعهم تمن اللي عملوه فيكي، ده غالي قوي. ودخلت نغم وقعدت على الكرسي وهي بتبكي وبتترعش، جسمها كله كان بينتفض. انا مش قادرة اصدق ان انا قدرت اهرب منهم. انا بجد مش قادرة اصدق ان انا عايشة لغاية دلوقتي. ده فارس لو كان رجع كان هيموتني. الحمد لله اني هربت قبل ما يرجع. صدقي يا نغم، انت من النهاردة هتعيشي الحياة اللي انت تستحقيها، هتعيشي معايا هنا. صدقين ربنا هياخد لك حقك منهم، وانا كمان مش هسيبهم. انا عايزة اشتغل، لازم يبقى معايا فلوس وبالحلال، ولازم كمان ارجع دراستي من تاني، لازم اكمل تعليمي وادخل الجامعة، لازم اعوض كل اللي فاتني وانسى الجوازة المهببة دي. هتعملي كل اللي نفسك فيه وانا هكون معاكي، انت كأنك بنت بالظبط. وكمان هنرفع قضية خلع وهخلي المحامي يجيب لك الحكم من اول جلسة. هتخلعي الكلب ده وهتبقى حرة. صدقيني يا نغم، انت الناس دولت ما عادوش هيعرفوا يطلوكي، انت دلوقتي في حمايتي وهما مش هيقدروا عليا. اما فارس دخل البيت مع والده وشاف ملامح امه اللي ما كانتش تبشر بالخير ابدا. دور بعينيه على نغم، ولما ما لقاهاش وسطيهم: هي فين نغم؟ مش واقفة معاكم ليه؟ نادية قربت من ابنها: اسمعني بس يا فارس يا ابني، البت دي سقطت نفسها، ابنك نزل. فضلت تشيل تقيل على الرغم ان احنا كنا منعينها من الحركة لغاية ما سقطت ابنك يا حبيبي. انت بتقولي ايه يا امي؟ هي دي وصيتي ليكي؟ مش قلتلك تخلي بالك منها في غيابي، وان البت دي متهورة وممكن تعمل اي حاجة في نفسها؟ بصت له والدته بخوف وقالت بكده: اسأل مراتك يا ابني، البت من اول ما انت مشيت انت وابوك من هنا وهي بتحاول تسقط نفسها. ده احنا انقذنا الموضوع ده اكتر من مرة، لكن اخر مرة بقى فلتت مننا، استغلت ان هي ما كانتش تحت عينينا. طيب هي فين دلوقتي؟ انا هوريها وهعلمها الادب على العملة السوداء اللي عملتها، هخلص عليها الليلة دي. جهاد قربت من جوزها: انا يا اخويا حبساها في الشقة اللي فوق، ومن يومها ومحدش فينا طلع لها، كلنا قاعدين هنا تحت ولا حد شافها ولا نعرف عنها حاجة. اياك تطلع تلاقي روحها طلعت ونخلص منها. ما ادهاش فارس فرصة تكمل كلامها وسابهم وطلع على شقته فوق. فتح الشقة ودخل يجري على أوضة نغم. اتفاجئ لما ملقاش موجودة، كان بيدور عليها في كل حتة زي المجنون، لكن نغم ما كانتش موجودة في الشقة كلها. نزل لوالدته وجهاد تحت ووقف قدامه: هي فين؟ هو انتوا بتشتغلوني؟ انا طلعت دورت في الشقة اللي فوق، البنت ملهاش اي اثر، ممكن تتكلموا وتقولوا البنت راحت فين؟ جهاد قربت منه: فوق يا فارس، ده انا حبسها وقافله باب الشقة بايدي بالمفتاح، هتكون راحت فين يعني؟ انت متأكد ان انت دورت كويس؟ طيب دورت في الحمام؟ دورت في كل ركن في الشقة فاضية والبنت ملهاش اي اثر يا مدام. الظاهر كده ان انت ما كنتيش قافله عليها كويس، تلاقيكوا كنت قصد علشان تخليها تهرب. عادل قرب من ابنه: يعني ايه يا فارس يا ابني؟ يعني بنت عمك عملتها وهربت من البيت؟ هتحط راسنا كلنا في الطين زي ما ماما عملت؟ هو احنا كنا ناقصين فضايح؟ هدور عليها يا ابويا، هجيبها من تحت الارض، وقتها بقى محدش هيقدر يخلصها من ايدي. موت البنت دي هيبقى على ايدي انا، هغسل عارها بنفسي. وعدت الشهور وبدأت نغم تشتغل مع بسمة في الفنادق بتاعتها، ورفعت قضية خلع على فارس اللي اتصدم لما استلم الإنذار. وبعد 3 جلسات اتحررت نغم من فارس نهائيا وأخدت حكم بالخلع، وبدأت حياة جديدة كان ملخصها شغلها وأمها وكمان تعليمها. كانت بترمم نفسها من كل اللي شافته في بيت عمها. وأخيرا
جه اليوم المنتظر لأصالة، اليوم اللي خرجت فيه من باب سجن النساء. جريت عليها نغم وحضنتها بلهفة. وحشتني قوي يا ماما، الحمد لله أزمة وعدت، حمد لله على السلامة يا حبيبتي، ألف مبروك إن انت خرجت بالسلامة. انت كمان يا بنتي وحشتيني، حقك عليا يا نغم، أنا عارفة إن انت شفت كتير بسبب العملة السوداء اللي أنا عملتها. أنا عمري ما هعمل حاجة تغضب ربنا أبدا، أنا طول الوقت بصلي وبطلب منه الرحمة والمغفرة، وربنا غفور رحيم وقادر إن هو يغفر لي. قربت منهم بسمة. خلاص بقى، كفاية زعل لغاية كده، وما تعيطيش يا أصالة، من النهاردة هتعيش انت وبنتك وانتوا في سعادة وبس، وهتعيشوا معايا كمان. دلوقتي جه الوقت ان انتوا تعيشوا مبسوطين، وانا كمان يا ستي يبقى لي عيلة. اخيرا لقيت العيلة اللي كنت بدور عليها. بسمة، انا مش عارفة اشكرك ازاي على اللي انت عملتيه من بنتي، وان انت انقذت حياتها وخلصتها من العيلة اللي كانت في وسطيهم. انا من غيرك كان زمان بنتي دلوقتي بتتعذب، او الله اعلم كانت ماتت. انا كان زماني بعافر معاهم علشان حتى بس اقدر اشوفها. انا ما عملتش حاجة، كل اللي انا عملته الواجب. وبعدين يا حبيبتي، انا وعدتك ووعد الحر دين عليه، وانت يا أصالة من يوم ما عرفتك اعتبرتك زي اخت بالظبط، وقدرت المحنة اللي انت كنت فيها ووصلتك للي انت عملتيه. يلا يلا خلينا بقى نمشي من هنا، المكان ده بصراحة كده انا ما بحبهوش. تعالي بقى نروح على شقتك الجديدة، اصلا انا جبتلك شقة حلوة كده وفرشتها على ذوقي، هتقعدي فيها انت ونغم براحتكم. لا لا يا بسمة، كده كتير قوي، انا مش هقبل ان انت تجيبيلي شقة. مش كفاية ان انت مشغلة بنت وياكي وبتخليها كمان تكمل تعليمها؟ لا لا استني، الشقة دي حبيبتي بفلوس بنتك نغم، اصل هي طلعت شاطرة في الشغل. انا ما كنتش متخيلة ان بنتك تبقى بالذكاء ده، مع انها يدوبك لسه في اخر سنة في الثانوية العامة. بنتك دي بقى اللي هتكبر الشغل معايا. بنتك اجتهدت يا أصالة ووصلت لمكانة كويسة في الشغل، عملتها في عمر محدش يقدر يوصله بالسهولة دي. بنتك طلعت ذكية فوق ما تتخيلي، أنا عايزاكي كده تبقوا فخورة بيها وتفرحي بيها. يعني الشقة دي حبيبتي مش أنا اللي جايباها، دي بفلوس بنتك نغم. أما في بيت فارس، دخل بعد نص الليل، شافته جهاد وقالت له: أخيرا يا أخويا افتكرت إن أنت ليك بيت وفيه واحدة ست وبنتين كبار على وش جواز، ما بتسألش علينا بقالك شهور وداير تدور على المقصوفة الرقبة. اقصري الكلام يا جهاد، أنا تعبان ومش قادر، ده أنا حتى مش قادر أصلب طولي، عايزة أنام وأريح رجلي شوية من اللف والدوران طول النهار على رجلي. ما أنت يا أخويا اللي غاوي تعب وعمال تلف وراها وعاوز توصل لها بأي طريقة، ما خلص غارت في 60 داهية، خلعتك يعني مش باقي عليك، عايز منها ايه تاني؟ ما تخلي عندك دم وتفكر في بناتك دول شوية، ده انت حتى دلوقتي بقيت مخلوع. مد فارس ايده عليها واداها بالقلم: اخرسي، ايه قلة الادب بتاعتك دي؟ ولا علشان سكتلك هتقل ادبك عليا؟ جهاد بصيت له بغل: بتمد ايدك عليا يا فارس؟ بدل ما انت عامل فيها راجل او كده كنت تشطر يا اخويا على العيلة اللي راحت خلعتك في المحكمة علشان تهرب مع واحد غيرك. ما تسترجل عليها يا ابو البنات، يا اما بقى تطلقني يا اما هخلعك انا كمان وتبقى اتخلعت مرتين. سابته ودخلت اوضتها وقفلت على نفسها. الغل والحقد كبروا جواها، وهي كانت قاصده تستفزه، كان نفسها ان يموتها وتخلص منهم هما الاتنين في ضربه واحده. واخد عهد على نفسه ان لازم ياخد حقه من نغم، وفعلا قدر فارس ان يوصل لرقم نغم. كان كل يوم يكلمها ويهددها ان هيخلص عليها ويبعت لها رسائل كتير قوي. وفي يوم نغم كانت قاعدة مع مامتها وخايفة قوي، وكمان بسمة اللي كانت معاها. انا مش عارفة انت ازاي عايزة تسكتي على تهديداته دي يا نغم، المفروض يا حبيبتي تاخدي الرسائل دي وتروحي تعملي له محضر. لا انا مش عايزة اعمل معاه مشاكل، على الرغم من كل اللي عملوه فيا، بس برضو عنده بنات من سني، واكيد البنات دول محتاجين ابوهم في حياتهم، علشان كده مش عايزة اكون السبب في سجنه وان بناته يتحرموا منه ويفضلوا يدعوا عليا طول العمر. انا جربت الوحدة والحرمان من الام والاب، فمش عايزة حد غيري يجربها. شفت بنتك يا أصالة؟
والله أنا بجد تعبت معاها. البنت دي ما بتفكرش في نفسها زي ما بتفكر في الناس اللي حواليها. يا حبيبتي مفيش حد بيفكر دلوقتي بالمثالية دي، فكري في نفسك وبس. والله يا بسمة بنت مش ضعيفة، هي بنت بس جربت الحرمان من أبوها، علشان كده مش عايزة بنات فارس يجربوه زيها. حتى لو كانوا أعدائها سيبها على ربنا، وربنا يحفظ لبنت إن شاء الله. ماشي يا أصالة، بس خلي بالكم من نفسكم. أنا طيرت بكرة الصبح وهسافر علشان التعاقدات الجديدة، فأنا عايزاكم تخلي بالكم كويس قوي. والحمد لله ده احنا بقى ركبنا كاميرات في كل حتة هنا في العمارة. انت كمان يا بسمة طمنين عليك أول ما توصلي. وفعلا تاني يوم الصبح بسمة سافرت على أول طيارة، وتولت نغم إدارة كل الشغل في البيت وفي الشركة وفي الفنادق. لكن بسبب تهديدات فارس ليها كانت دايما خايفة. أما فارس قدر يوصل لعنوان بيت نغم وجهز نفسه وراح لها. كانت قاعدة نغم وبتشتغل على اللابتوب، شافت في الكاميرات بتاعة المراقبة فارس وهو بيتسحب ودخل العمارة. انتفضت بخضة أول ما شافته من الكاميرات. دخلت لأوضة أمها وصحتها. ماما اصحي يا ماما بسرعة، اصحي فارس برا، أنا خايفة ومرعوبة قوي، عرف عنواننا يا ماما. أصالة قامت وهي مفزوعة. بتقولي ايه يا بنتي؟ فارس هنا؟ أيوة يا ماما، شفته في الكاميرات بتاعة المراقبة. سمع صوت الجرس بيرن وصوت خبط جامد على الباب. اتكلمت أصالة بقوة. اصبري بس، أنا هطلع له وانت بلغوا البوليس ويبقى يوريني بقى هيعمل فينا ايه. مش هيعرف يعمل لنا حاجة. صابتها أصالة وخرجت وفتحت الباب. خير يا فارس، ايه اللي جابك هنا وعاوز مننا ايه؟ بنتك فين؟ كلامي مش معاك انتي، انا كلامي مع بنتك الخاطية اللي خلت سيرت على كل لسان بعد ما خلعتني. مالكش دعوة ببنتي، كلمني انا هنا. انت عايز ايه من البنت؟ زقها فارس بعيد وخرج آلة حادة وقال لها بنتك متعة اللي لاد على ايدي، هخلص عليها النهاردة. ودخل فارس الأوضة اللي فيها نغم. أول ما شافها هجم عليها وبدأ يمد ايده عليها، لكن نغم زقته لبعيد. ابعد عني، انت خلاص ما بقالكش صورت عليا، مستحيل تقرب مني، انت فاهم ولا لا؟ انا الوحيد اللي له صورت عليكي، الوحيد اللي اقدر اخلص عليكي دلوقتي حالا. ورفع الآلة وكان خلاص، لكن وقف مصدوم لما سمع صوت سرينة البوليس. وبعدها بثواني القوات كانت موجودة في الشقة وهاجموا وقبضوا عليه. وقدمت نغم كل الأدلة اللي كانت معاها من رسائل التهديد والمكالمات اللي كانت متسجلة على تليفونها، وكمان تسجيلات الكاميرات. واتحبس فارس بتهمة الشروع في قتلها. أول ما وصل الخبر لعيلته والده عادل وقع من طوله، ما تحملش الصدمة. أما جهاد مراته فوقفت تزغرت بصوت عالي وكانت فرحانة قوي. ابنكم باعنا علشان حتة عيلة، اهي العيلة دي هي اللي قضت عليه. انا كده فرحت واخدت حقي من ابنكم، انا كده كده كنت كرهاه، هاخد بناتي وامشي من هنا، مش عايزة منكم حاجة تانية، انا كده وصلت لغرضي. وفعلا اخدت بناتها ومشيت من البيت. اما عادل ما تحملش اللي حصل وجاله شلل نصفي، بقى طريح الفراش. بصيت له نادية، اللي احنا فيه ده يا عادل بسبب نغم وذنبها. احنا دوسنا على نغم وأصالة، أذيناهم كتير قوي وبندفع التمن. لو كنا ساعدنا أصالة ما كانتش عملت اللي عملته. ربنا أخد لهم حقهم في الدنيا ولسه هياخدوا تاني في الآخرة. أنا خايفة قوي يا عادل، خايفة من عذاب ربنا. أما نغم أخيرا حست إن ربنا جاب لها حقها، أخيرا عاشت في راحة بال. ومش بس كده، ربنا كافئها بشغل وعيشة عمرها ما كانت تحلم بيها. أخيرا اتحققت جملة بعد الصبر جبر. نغم صبرت كتير على الابتلاءات اللي عاشتها في حياتها، وفي الآخر ربنا جبر بخاطرها في حياتها. أما أمها بعد الظلم اللي تعرضت له وبعد الغلطة الكبيرة اللي غلطتها، بقت طول الليل والنهار تصلي وتدعى ربنا أن يغفر لها ذنبها، لأن الذنب اللي عملته كان ذنب كبير قوي، مع إنها اتحبست ودفعت ثمنه في الدنيا. لكن كانت حاسة بالذنب وكانت خايفة جدا من عذاب ربنا. وبكده تبقى خلصت قصة النهاردة، قصة أصالة، الست اللي غلطت غلطة كبيرة قوي بسبب الظروف المادية الصعبة، لأنها استسلمت للحرام
ونسيت إن في ربنا إن مهما الدنيا كانت ضاقت بيها أكيد كان هيقف جنبها ويساعدها، لكن هي ضعفت ودفعت تمن الضعف ده كتير قوي من حياتها وحياة بنتها، وبنتها كانت أكبر ضحية لتصرفها. وفي الآخر كلنا بنلجأ لربنا، ومفيش حد في الدنيا ما بيغلطش، ولازم لما نغلط نطلب من ربنا السماح، وربنا غفور رحيم، وربنا يغفر لأصالة واللي زيها. المهم إن هي تتوب وترجع لربنا، وتتوب عن الذنب بإن هي ما ترجعلوش تاني أبدا، أو حتى تفكر ترجع له حتى ما بينها وما بين نفسها. وبكده تبقى خلصت قصة النهاردة. أتمنى إن قصتنا تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. أشوفكم بكرة على خير في قصة جديدة إن شاء الله.